السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس ثانوي حبايب قلبي، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني ثانوي، هانت خلاص امتحانك كمان أيام. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنراجع جزء أول من ليلة الامتحان. الجزء الثاني بإذن الله يكون في السنتر. إن شاء الله في السنتر هتاخد معايا جزء كبير جدا، والنهاردة هناخد جزء تاني بإذن الله. الفيديوهين دول من خلالهم ان شاء الله تقدر تراجع على الالماني كله بتاع الترم الثاني باذن الله، مش سايبين حاجه ان شاء الله. نقفل الالماني وتشرفوني كده باذن الله وتطمنوني عملتوا ايه. اشوفكم بخير ان شاء الله الترم الجاي. خلينا نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده هراجع معاك في الفايل ده، هراجع معاك، هنزل لك الفايلين اللي هنراجعهم النهارده، هنزلهم لك في اسفل الفيديو باذن الله. النهارده هراجع معاك اولا السؤال المقالي وسؤال الايميل وسؤال المواقف كمان باذن الله، وهسيب معاك الجراماتيك والكلمات واهم النقط نراجعها في الحصه باذن الله برضو ان شاء الله في السنتر. طيب خلينا الاول نبدا. ايه موضوعات التعبير اللي علينا؟ عندنا كام موضوع تعبير مهمين جدا، انا مجمعهم لك مترجمين في جمل بسيطه عن كل موضوع، تقدر تحفظهم بترجمتهم اللي معاك ان شاء الله، يبقى الموضوع اسهل. اول موضوع اسمه التاجس ابلاوف او ماين تاج. تاجس ابلاوف يعني روتين اليومي، ماين تاج يعني يومي. يبقى انت عايزك في اول موضوع توصف روتينك اليومي. هوصفه ازاي؟ هقول ان انا بستيقظ في تمام 8، برتب غرفتي، بذهب الى المدرسه، قبل ما اذهب من المدرسه ممكن اقول له بفطر مع العيله ثم اذهب الى المدرسه، برجع البيت الساعه 2، بعمل واجباتي، بتناول الغداء، في المساء بشاهد التلفاز، بذهب للسرير الساعه 10. الكلام ده مكتوب قدامك في الجمل دي، ده كده انا وصفت روتيني الايه اليومي. تاني موضوع بيطلب منك انك تتكلم عن ماين فرايت سايت، وقت فراغي، او اتكلم عن ماين هوبز او هواياتي، او فوخن اندا عطلة نهاية الاسبوع. هوصف بيه نفس الجمل، بس بدل ما كنت بقول ان انا بستيقظ مبكرا في اليوم العادي، هقول ان انا بستيقظ متاخرا. ان انا برتب حجرتي، بدل ما اقول بقى ان انا بذهب للمدرسه اقول ان انا بذهب الى النادي، بقابل اصدقائي، بنعمل رياضه، هوايتي السباحه. بوصف هواياتي والانشطه اللي انا بعملها في عطلتي او في وقت فراغي. تمام كده كده هنكتب عن الموضوعات دي كلها دلوقتي. الموضوع الثالث بيقول لي فو ماخذ دو اورلاوب، بتقضي عطلتك فين؟ اين تقضي عطلتك؟ هقول له ان انا مثلا يوم الجمعه عندي وقت فاضي فانا مسافر الى اسكندريه، انا هقضي عطلتي في اسكندريه، مثلا هعمل هناك جوله حول المدينه، اسكندريه تكون مدينتي المفضله، انا بحب اعوم والسباحه تكون هواياتي. اربط المواضيع ببعض. يبقى انت معاك شويه افكار كده. معاك الفكره الرابعه بتتكلم عن اين تاج ان، يوم فيه، او اين شتات روند فارت، جوله حول المدينه. اوصف انك بتعمل جوله حول المدينه. تمام. وهنا موضوع الخامس هو زيش فورشتلن، تعريفك لنفسك، ازاي تعرف نفسك. تمام. دي موضوعات التعبير اللي عند حضرتك باذن الله. الموضوع الاخير ده من الترم الثاني، بس انا حطيته لانه احيانا بيجي في الترم الاول، اسمه دويتش ليرنن، تعلم الالماني، او دويتش كورس، ازاي تتكلم عن كورس الماني انت هتاخده. هتقول ان انا ايش مشت دويتش ليرنن، عايز اتعلم الماني. دويتش براوخه فير ماينه اربايت، محتاج الالماني ده عشان شغلي. Ich lese deutsche Zeitungen، هقرأ مجلات ألماني. Ich sehe deutsche Filme، وهشاهد أفلام ألماني. Ich schreibe Brieffreunden in Deutschland، بكتب لأصدقاء المراسلة في ألمانيا. Ich fahre im Sommer nach Deutschland، بحب أسافر في الصيف إلى ألمانيا. Ich mache dort einen Deutschkurs، هعمل هناك كورس ألماني. Der Kurs dauert einen Monat، الكورس هيستغرق شهر. Sprachlernen ist wichtig، تعليم اللغات مهم. Ich finde Deutsch schön، أنا شايف إن الألماني جميل. Deutsch lernen macht Spaß، وتعلم الألماني بيجلب السعادة. ده شكل السؤال المقالي اللي بيطلب مني إن أنا أكتب من 20 كلمة ل 25 كلمة. طيب السؤال الثاني اللي هو الرسالة أو الإيميل، بعكس الأسماء وبرد على الأسئلة، بس طبعا لازم تكون حافظ معنى أداة الاستفهام، فعشان كده جمعتها لك بإجابتها. مثلا فو يعني أين، أرد أقول له إن كايرو. فوهير من أين، ممكن أقول له أوس كايرو. فير يعني من للعاقل، فأرد باسم شخص عاقل. فن يعني متى، هجاوب بقوم أخت أور الساعة 8، أو أقول له أم مورجن في الصباح، أو أقول له أم فوخن إندا في عطلة نهاية الأسبوع. في ألت يعني ما العمر، قلت له 95 يعني ألت 15 سنة. فاس يعني ماذا، بجاوب بيها أشياء غير عاقل. يعني مثلا أقول لك فاس ist dein Hobby، ما هي هوايتك،
هتقول لي ماين هوبي است موزيك هورن، هوايتي سماع الموسيقى. فسماع الموسيقى دي حاجة غير عاقل سألت عنها بكلمة فاس. في فيلا يعني كام العدد، لما اقول لك مثلا في فيلا كيندر كم عدد اطفالك، تقول لي دراي كيندر 3 اطفال. في فيلا جيشفستر كم عدد اخواتك، تقول لي دراي جيشفستر 3 اخوات. فاس كوستت يعني كم التكلفة، هي في فيل كوستت يعني كم التكلفة، قول له 300 يورو. في جيتس يعني كيف الحال، قول له دانكا جود شكرا بخير. في فندس تدو يعني ما رأيك أنت، هتقول له إيش فندا وتحط الكلمة اللي هو بيديها لك وقول له جود كويس. يعني في فندس دو سبورت كيف تجد الرياضة، أقول له إيش فند سبورت جود أنا أجد الرياضة جيدة. في فندس دو دويتش كيف تجد الألماني، إيش فند دويتش جود أنا أجد الألماني جيدا. في فيل اور وفي شبيت است اس دول سؤال الساعة كام، هترد تقول لي اس است دراي اور الساعة دلوقتي 3. انما في لانجا ده سؤال المدة، هقول لك ما مدة شيء، هتقول لي دراي شتوندن 3 ساعات، دراي تاج 3 ايام، دراي مونات 3 شهور. وممكن ترد بفون بيس من الى، وممكن اسأل بفون فان بيس فان من امتى لامتى، هتقول له فون 3 بيس 5 اور من الساعة 3 للساعة 5. في فيل جراد يعني كم عدد درجات الحرارة، هقول له الزين 95 جراد عدد درجات الحرارة 15. مع تذكيرك ان في تحويلات، يعني في تحويلات يعني لما بيبقى في دايم في السؤال بتنزل ماين في الإجابة زي كده. فو إيست دايم فاتر فين باباك، ماين فاتر إيست إن كايرو بابايا في القاهرة. دو في السؤال بتنزل إيش في الإجابة، زي ما أقول لك فوهير كومس دو أنت منين، قلت لي إيش كوما أوس كايرو أنا آتي من القاهرة. طيب إير أنتم في السؤال، فير نحن في الإجابة، زي ما أقول was spricht إير ماذا تتحدثوا أنتم، فير sprechen دويتش إحنا بنتكلم ألماني. حضرتك زي في السؤال بتنزل إيش في الإجابة، زي ما أقول لك في هايسن زي اسم حضرتك إيه، قلت لي إيش هايسة أحمد أنا اسمي أحمد. طيب خلي الصفحتين اللي قدامك دول مرجعك اللي أنت هتذاكر منه، وركز معايا من أول صفحة 3 هنبدأ نشتغل مع بعض أسئلة الإيميل والمقال. طبعا احنا بيجي لنا نقطتين، اول نقطه الشكل اللي قدامك ده، تاني نقطه الشكل اللي قدامك ده. تكتب الاتنين، واحد هترد على الاسئله، وواحد هتكتب جمل من عندك. طيب تعالى نبدا. هنا بيقول هالو كاترين تحت روزا، هقول لها هالو روزا تحت كاترين، يبقى اول خطوه تبديل الاسماء، هقول هالو روزا وتحت كاترين. اول سؤال بتقوله لها، بتقول لها ظن متى hast du Freizeit، متى لديك وقت فراغ، قول لها أنا لدي وقت فراغ. أنا كده ما جبتش أي حاجة لسه من عندي، كل اللي أنا جبته دلوقتي من السؤال متى لديك أنت وقت فراغ، أنا لدي وقت فراغ متى، قول لها يا ستي أم فرايتاج في يوم الجمعة، يبقى أنا كده جاوبت على إجابة متى. طيب تاني سؤال، طب was machst du gerne، بتحبي تعملي ايه في اليوم ده او في وقت الفراغ، اقول لها ايش انا mache بعمل سبورت رياضة und ومثلا höre موزيك واسمع موسيقى. تالت نقطة بتقول لها gehst du ins Kino، طب بتحبي تروحي السينما، ده سؤال بالفعل فلازم اجاوب بيا نعم. وجهزت دو تبقى إيش جي أنا أذهب إنس كينو إلى السينما، يبقى لما يقابلك سؤال بالفعل جاوبه بكلمة يا نعم، اعكس الفاعل والفعل مع بعض، جهزت دو بقت إيش جي وكمل الجملة إنس كينو زي ما هي. طيب ده بالنسبة لأول نوع من الأسئلة المقالي، جاوب على الإيميل. طب النوع التاني بطلب منك تكتب مقال أو تكتب إيميل مكون من 20 ل 25 كلمة. طيب هنا بيقول لي عرف نفسك، انك 17 سنة وانك من القاهرة، ساكن فين، عندك 3 اخوات. هتبدأ تقول ايه، هبدأ انا اعرف نفسي واقول ايش انا هيسا ادعى احمد، ايش بين 17 Jahre alt انا 17 سنة، وايش komme aus Ägypten أتي من القاهرة أو أتي من مصر، aus كايرو من القاهرة يا عم أهو. طيب wohnen يسكن، أقول له إيش wohne أنا ساكن in جيزة في الجيزة. اداني 3 إخوات، هقول له إيش
habe drei Schwestern. عندي 3 إخوات. ممكن أقول له جملة زيادة من عندي ich، أو بلاش، ممكن أقول له mein Hobby، هوايتي ist تكون schwimmen، السباحة مثلا. ده كده أول موضوع وأنا عرفت فيه نفسي. ده شكل. في شكل ممكن يجي غير ده، الشكل اللي تحت، إن ما يجيلكش aufsatz مقال، يجيلك إيميل، والإيميل بيبقى فيه 3 خطوات: اسمك واسم المرسل إليه وعنوان الموضوع. هنا بيقول لي du heißt كارل، أنت اسمك كارل، اكتب إيميل لصديقك تامر. يبقى أول خطوة أعملها إن أنا أجي هنا أقول lieber تامر، عزيزي تامر، وانزل هنا ابدا بقى الموضوع. اقول له ايه؟ اقول له wie geht's dir، wie geht's dir يعني كيف حالك، وابدا اكتب الجمل بتاعتي وامضي باسم الراسل. هو قال لي ان انت اسمك كارل، يبقى اقول له داين كارل، صديقك كارل، viele Grüße، تحياتي لك. ده كده شكل الايميل. هل عملنا الشكل ده فوق؟ لا، كتبنا فوق على طول لانه مقال، انما تحت ده ايميل فلازم استغل البيانات. طب اكتب له ايه؟ اكتب لتامر عن ايه؟ قال لي اكتب له عن داينن اورلاوب، العطله بتاعتك. طب اكتب له عن عطلتي ان انا مسافر الى اسكندريه 4 ايام يعوم الطقس. ابدا قول له ايه؟ قول له اول حاجه ان انا عندي وقت فراغ في الصيف. انا عندي وقت فراغ في الصيف، انا يعني ايش عندي هابه وقت فراغ اسمه فرايت سايت. في الصيف قول له إيم زومر. طيب بعد ما قلت له ان انا عندي وقت فاضي في الصيف فانا هسافر الى اسكندريه مع عائلتي، انا هقول له ايش هسافر يعني فاره مع عائلتي اسمها ميت ماينر فاميليا الى اسكندريه. هقول له انا مسافر مع عائلتي الى اسكندريه اسمها ناخ أليكس، أنا مسافر مع العيلة إلى اسكندرية. طيب هعمل إيه؟ هقعد هناك 4 أيام في فندق، هو عايز نكتب 4 أيام. أقول له أنا إيش أبقى بلايبة 4 أيام في تاجة في فندق. أقول له إيم هوتيل. طيب قال لي هنا جفيمن يعوم وفيتر التاكس، عايز أقول له أنا بحب أعوم. أقول له إيش جفيمن جارن، كده بقيت انا بحب اعوم. الطقس في اسكندريه يكون رائع. اقول له داس فيتر ايست يكون تل يعني رائع ان اليكس في اسكندريه. داين كارل صديقك كارل، فيل جروس تحياتي لك. يبقى انا كده عملت ايه؟ كتبت له موضوع عن ماين اورلاوب اللي هو عطلتي. طيب تعال ننزل على الايميل اللي وراه. هنا بقى ده الشكل الاولاني اهو تاني. يلا هنا بيقول لي اكتب عن داين هوبي، اكتب عن هوايتك، او حد بيسأل حد عن هوايته. مها ودينا، هقول ايه؟ هقول هلو دينا. ده اول شكل. رد على الاسئله وتحت اكتب مها. طيب بتسألني بتقول لي ايه البنوته دي؟ بتقول لي فاس ايست داين هوبي، ما هي هوايتك؟ داين هوبي تنزل تبقى ماين هوبي، هوايتك تبقى هوايتي. مالها هوايتي؟ إيست تكون، وأقول له مثلا هوايتي تكون فوسبال شبيلن، لعب كرة القدم، فوسبال شبيلن. ممكن أقول له هوايتي إيست كوخن، الطبخ. هوايتي إيست زينجن، الغناء. هوايتي إيست ليزن، القراءة. هوايتي إيست جفمن، السباحة. كل ده جمل صح. طيب تاني سؤال بتقول لي فان ماخس دو داس. فان يعني متى، ماخست يعني تفعلي، دو يعني أنت، داس يعني هذا. طب متى تفعل أنت هذا؟ قول له أنا إيش، بدل دو بقت إيش، ماخست تبقى مخ، هذا يعني داس. قول له بعمل هذا يا عم أم فرايتاج، في يوم الجمعة. in der Freizeit، في وقت الفراغ. أم Wochenende، في عطلة نهاية الأسبوع. كل ده صح.
تالت سؤال بتقول لك طيب فيرز دو جيرنشي، طب بتحب يا بنتي تتزحلقي على التلج او بتحب التزلج على الجليد؟ طيب فيرز دو جيرنشي ده سؤال بادئ بفيرست يعني بادئ بالفعل، اقول لها يا، واعكس الدو تبقى ايش، فبالتالي فارس تبقى ايش فاره. كمل الجمله جيرن شي، فيرز دو جيرن شي يا ايش فاره جيرن شي. هل بتحب التزحلق على الجليد؟ نعم احب التزحلق على الجليد. وكده ابقى انا جاوبته على الايميل. طيب معانا موضوع هنا مقالي، تعال نكتبه سوا. هنا عايز نكتب عن was machst du am Wochenende، ايه اللي انت بتعمله في عطلة نهاية الاسبوع. طيب ايه الافكار اللي هو مدهاني؟ عايزني اقول اول فكرة اللي بعمله في عطلة نهاية الاسبوع، عايزني اتكلم عن الفطار، اتكلم عن ان انا هذهب للنادي، اصدقائي، يلعب. طيب تعالى نمسك العناصر دي ونكتبها هنا سوا. اول حاجة مش هو عايز يعرف ايه اللي انا بعمله في نهاية الاسبوع؟ اول حاجة عايزك تربط في دماغك ان نهاية الاسبوع وروتينك اليومي الاتنين موضوع واحد، بس الفرق ما بينهم ان في عطلة نهاية الاسبوع انت بتصحى متأخر، بتصحى براحتك، ما بتروحش مدرسة، بتروح نادي، بتقابل صحابك، بتعمل أنشطة. لكن في يومك الروتيني بتصحى بدري، بتفطر، بتروح مدرسة، بتعمل روتين يومي. طيب خلينا نتكلم عن عطلة نهاية الاسبوع الاول. عايز اقول له ان انا هصحى متأخرا في عطلة نهاية الاسبوع. انا يعني ايش؟ طب واستيقظ اسمها اوف شتيهن، بس دي منفصلة، هتبقى شتيه وفي الاخر اوف. كده قلت له ان انا بستيقظ. شبيت يعني متأخر. تعالى بقى يا عم قول له هنا ووخن اند، واقرا الجملة كلها. بقت ايه؟ بقتيش شتي شبيت ام ووخن اند اوف، انا بصحى متأخر في عطلة نهاية الاسبوع. تاني جملة قول له ان انت هتروق اوضتك. ضن يعني ثم. رايمة برتب. ايش انا ماينت سيمر غرفتي. ورايم ده ناقص له حته اسمها اوف، مقطع اوف. ليه؟ لان اوف رايمن يعني يروق. يبقى انا بصحى مبكرا او متاخرا اسف في عطله نهايه الاسبوع، ثم برتب حجرتي. طب ما انا هاخد الفطار مع العيله. انا يعني ايش؟ هاخد يعني نيمه. الفطار هو مدوني اسمه داس فروشتوك مع العائلة اسمها ميت فاميليا. يبقى الجملة الثالثة قلت له إيش نيمة داس فروشتوك ميت دير فاميليا، هاخد فطاري مع عيلتي. إندن كلوب إلى النادي، هقول له إن أنا هذهب إلى النادي وهقابل هناك صحابي وهنلعب كورة. طيب أنا أقول له إيش جيه هذهب إندن كلوب إلى النادي مثلا اتسفاي اور الساعة 2 مثلا. دورت وهناك. تريف يعني يقابل. ايش انا ماين فرويند، هقابل هناك انا ماين فرويند صحابي. طب واخر حاجة نلعب كورة قدم، اقول له فير احنا شبيلن بنلعب. ام كلوب في النادي. فوس بال كورة قدم. ده كده انا اتكلمت عن عطلة نهاية اسبوعي. ممكن اختم الموضوع بان ايش جه انسبت انا بذهب الى السرير ومتسين اور الساعة 10، وابقى انا كده وصفت له عطلة الويك اند بتاعتي. طيب الناحية التانية عكسه خالص. انت اسمك هالة بتكتبي ايميل لهند عن يومك الروتيني. طب هكتب لها ايه؟ تعال نشوف بقى. هكتب لهند عن يومي الروتيني. هكتب لها اول حاجة عن ماينن تاج يومي، وده ايميل، يبقى انا اسمي بكتب باسم هالة، بكتب ايميل لهند. يبقى اول خطوة اقول لها عزيزتي هند، اقول لها كده ليبا هند، عزيزتي هند. وانزل سطر تحت اقول لها في جات دير كيف حالك، وابدا اكتب وامضي باسمي تحت. وقال لي انت اسمك هند؟ شكرا يا عم. اقول له داينا هند صديقتك هند. فيل جروسة تحياتي لك. طيب هكتب لها عن ايه؟ هكتب لها عن روتيني اليومي. طيب اول حاجة هصحى وهصحى اصحى بدري. تاني حاجة الى المدرسة هذهب. تالت حاجة الى السينما، دي خليها في المساء.
وهاوس أوفجابن يعني الواجب، قول إن أنت بعد ما تروح هتعمل الواجب. طيب نبدأ إزاي؟ هقول لها أول حاجة إن أنا بصحى مبكرا كل يوم. ليه؟ لأن الروتين اليومي أنا أصحى، لسه قايلينها فوق اشتي أوف، كده أنا بصحى مبكرا اسمها فرو، كل يوم اسمها ييدن تاج. اقرا لي الجملة كاملة كده، بقت اشتي فرو ييدن تاج أوف، أنا كل يوم يا بنتي بصحى بدري. بعد كده أفطر مع عيلتي واللهم صل على رسول الله، وممكن أقول بروق أوضتي، فأقول لها إيه دن، ثم ممكن ما ابدأش بدن ثم، أقول لك على حاجة أجمل، أنت ممكن تبدأ بإيه؟ ممكن تقول لها أولا، تعال نقولها سوا كده، ماشي بسم الله. احنا قلنا لها ايه هنا اهو؟ ان انا بصحى كل يوم بدري. اولا اسمها تسو ايرست. تسو ايرست اولا ايه اللي بيحصل؟ رويما ايش بروق انا ماين بيت سريري اوف. يبقى انا قلت اول حاجه ايه؟ اولا برتب سريري، ثم دن ايه بقى يا معلم؟ دن فرشتوكا يعني هفطر، دن فرشتوكا ايش، ثم افطر انا ميت فاميليا مع العائلة. طب بعد ذلك اسمها داناخ. بعد ذلك هذهب الى المدرسة، جي ايش ان دي شولة. يبقى انا كده عملت 3 روابط، خد بالك منهم. اول رابط اسمه تسويرست، اولا جه بعديه الفيرب يرتب، ما قلتش انا هرتب، قلت ارتب انا، ثم دن هفطر انا، داناخ بعد ذلك هذهب انا الى المدرسه. تسويرست داناخ، اولا ثم بعد ذلك هذهب الى المدرسه. طيب هعمل ايه؟ هعمل واجباتي الساعه 2 الظهر. هقول ان ايش، اكتبها هنا عشان تبقى واضحه، ايش مخ انا هعمل دي هاوس اوفجابه الواجبات نخم التاج بعد الظهر يا عم. وهقول اخر جمله ان انا بروح السينما في المساء مع اصحابي، فاقول ان ايش جه انسكينو الى السينما ابند في المساء، ميت فرويندن يعني مع اصدقائي. وابقى انا هنا قارنت ما بين ازاي اوصف يومي وانا في الاجازه وازاي اوصف يومي وانا في الروتين اليومي. طيب تعال نخش على موضوعين تاني، نفتح الصفحه اللي وراها صفحه 4. هنا بيقول لي هالو بيترا تحت مونيكا وبتسالها ايميل. تعال نرد على الايميل ده. هالو بيترا تحت مونيكا، اقول لها هالو مونيكا، اول سؤال، تاني سؤال، تالت سؤال تحت بيترا. هنا بتقول لها في جيتس عامله ايه؟ اقول لها دانكا شكرا، جود كويسه. طيب في است داس فيتر ان كايرو، كيف يكون الطقس في القاهره؟ اقول لها داس فيتر است كالت ان كايرو، الطقس الايام دي تلج في القاهره، فاقول لها داس فيتر است كالت ان كايرو. طيب جهز دو ان شتات سنتروم، هتروحي وسط البلد؟ اقول لها يا اعكسي، بدل تذهب انت تبقى انا اذهب، كمل الجمله انس شتات سنتروم. هل تذهبي الى منتصف المدينه؟ نعم اذهب الى منتصف المدينه. وبقى انا كده رديت على الاسئله بتاعتها. طيب هنا الموضوع ده احنا كتبناه سوا. هنا بيقول لي اكتب عن عطله نهايه الاسبوع، لسه قايلينه ماشي. هنا بيقول لي اكتب عن وقت فراغك، تعال نكتب عن وقت فراغنا. ماشي، هكتب ايه عن وقت فراغي؟ تعال نشوف. هنا بيقول لي انت اسمك انطون، اكتب لستيفن عن وقت فراغك. يبقى اول حاجه هنا اقول له هالو ستيفن ده او شتيفان، وانزل تحت زي ما اتفقنا اقول له في جيت اس دير، كيف حالك، وامضي باسمي وقال لي انت اسمك انطون. هاجي هنا اقول له داين انطون، صديقك ايه انطون. طيب هكتب له عن ايه؟ هكتب له عن وقت فراغي اللي هو يوم الجمعه. يبقى اول جمله اقول له ان انا عندي وقت فراغ يوم الجمعه.
هقول له ان انا بقابل صحابي وبذهب للنادي وبنلعب في النادي تنس وفي المساء بنذهب للسينما. تمام. وان انا شايف بقى وقت الفراغ ده حاجة مهمة والكلام الجميل ده. ابدأ اول جملة بان انا عندي وقت فراغ يوم الجمعة. انا ايش عندي habe وقت فراغ فراي سايت يوم الجمعة. اقول له فراي تاج. طيب تاني حاجة، فانا هذهب الى النادي. الى النادي على فكرة عادي ممكن تبدل، يعني مش شرط تمشي العناصر بالترتيب، بس ما ينفعش تسيب عنصر هو مديهولك. فاقول له ان انا هذهب الى النادي. اقول له ايش انا جي يعني اذهب الى النادي اسمها ان دين كلوب. طيب وانا هقابل صحابي او ايش ترفه ماينا فرويند. بقيت انا هقابل صحابي. يا سلام بقى كمل قول له ان دير فرايت سايت في وقت الفراغ. بقابل صحابي في وقت الفراغ. وبنعمل ايه؟ اقول له ان احنا بنلعب تنس في النادي. اقول له فير شبيلن بنلعب تنس إيم كلوب في النادي. طيب وفي المساء بنذهب نحن إلى السينما. أقول له آبند في المساء جين بنذهب فير نحن إنس كينو إلى السينما. ممكن تختم الموضوع بإيه؟ بإن إيش فندا أنا شايف إن دي فرايت سايت إن وقت الفراغ تل يعني رائع. خش على الموضوع اللي بعده. هنا طالب منك انك ترد على ايميل ليزا ومونيكا دول. هنقول هلو مونيكا تحت ليزا ونشوف هم عايزين ايه من بعض. اول سؤال بيقول، هنقول الاول نعكس الاسماء. هنقول هلو مونيكا وارد على الثلاث اسئله تحت ليزا. اول سؤال بتقول لها was machst du jetzt؟ وانت بتعملي ايه دلوقتي؟ und wann hast du Zeit؟ طب وعندك وقت امتى؟ طب ich mache eine Party kommst du mit؟ طب انا هعمل حفله تحب تيجي معايا؟ يبقى هبدا اول سؤال ماذا تفعلي انت الان؟ هقول لها ich انا mache بفعل مثلا meine Hausaufgabe بعمل واجباتي. تعملي ايه دلوقتي يا ستي؟ انا قاعده بعمل واجباتي. هقول لها ich mache Sport ich mache Computerspiele بلعب العاب كمبيوتر. طيب wann hast du Zeit؟ عندك وقت امتى؟ شيل متى بقى عندك انت وقت بدلهم تبقى انا عندي وقت. خليها مثلا Abend في المساء. طيب انا هعمل حفله kommst du mit تحب تيجي؟ قولي لها يا ich komme mit. انا جايه. ممكن تختم تقول ايه؟ aber wann بس امتى. ادي الايميل اللي قدامك. يبقى انت عندك نوعين من الاسئله المقالي في الامتحان. اول سؤال بترد على الايميل، تاني سؤال انت بتكتب موضوع بنفسك. طيب تعال نكتب عن الموضوع الجميل اللي جاي ده. يقول لك اوصف او اتكلم عن ein Tag in Berlin. اتكلم عن يوم هتقضيه في برلين. im Sommer يعني في الصيف. في الصيف es gibt يعني يوجد. Stadtrundfahrt يعني جولة حول المدينة. im Restaurant يعني في المطعم. ابدأ الموضوع بإيه؟ إن أنا عندي وقت في الصيف فأنا مسافر إلى برلين. دول جملة افتتاحية للموضوع أهو. أنا عندي وقت في الصيف. أنا يعني إيش عندي habe وقت يعني Zeit في الصيف im Sommer. طيب أنا هسافر إلى برلين مع عائلتي أو أنا هسافر إلى برلين وخلاص. ich fahre nach برلين. عندي وقت في الصيف فأنا مسافر إلى برلين. طيب ليه؟ أنا هعمل جولة حول المدينة. أنا إيش هعمل اسمها مخ جولة حول المدينة. هو مداني اسمها أين شتات روند فارت بقت جولة حول المدينة. طب مديني كلمة يوجد. يوجد ايه؟ هقول له يوجد الكثير من المطاعم والمتاجر في برلين. يوجد اقول له اس جبت الكثير في لا مطاعم. ريستورانت يعني مطعم.
هنحط الان بقت ريستورانتس مطاعم، und ومتاجر. المتجر الواحد اسمه كوف هاوس. طب المتاجر كوف هويزر. يبقى es gibt viele Restaurants und Kaufhäuser. يوجد الكثير من المطاعم والمتاجر in برلين في برلين. نقطة. طيب هنا بيقول لي في مطعم، عايز اقول له ان انا هتناول الغداء في مطعم. انا هقول له ايش هتناول، اسمها نيمة الغداء، اقول له das Mittagessen. يبقى الغداء اسمه ميتاج ايه؟ اسن. في مطعم هو مديهاني اسمها ايم ريستورانت. ممكن اوصف بقى ايه؟ ممكن اوصف ان المدينة رائعة، برلين دي مدينة رائعة، اقول له دي شتات، المدينة إيستول رائعة. ممكن اوصف ان ايه؟ انه يوم جميل في برلين، اقول له اس ist ein schöner Tag. schöner Tag يعني يوم جميل in برلين في برلين. يبقى انا كده كنت بوصف لشخص يومي اللي انا قضيته في برلين. طيب تعالى نخش على الموضوع اللي بعديه. خلينا نسيب ده بقى، احنا كتبنا عن عطلة نهاية الاسبوع وكده. تعالى نشوف اللي وراه ايه. طيب هقول لك حاجة، تعالى نبدأ بيه. الموضوعات اللي ورا دي بقى ايه؟ موضوعات ايميلات انت تحلها، يعني مش محلولة. Was ist dein Lieblingsland و wo machst du Urlaub و wo bleibst du. هنا برضو نفس الكلام. طيب ماشي. طيب تعال نكتب مع بعض الموضوع الأخير ده أهو. هنا بيقول لي دو هايست محمد شرايب عن عمر عن داين هوبس. أنت اسمك محمد، اكتب لواحد اسمه عمر عن هواياتك. طيب هكتب له أقول له عن هواياتي. تعال نشوف كده. أول حاجة بيقول لك إنترنت، النت. تاني حاجة عطلة نهاية الأسبوع. تالت حاجة يلعب. رابع حاجة موسيقى. طب أنا اسمي محمد، هكتب لعمر عن هواياتي، هقول له أهلا عمر. دي أول حاجة. ليبر عمر، عزيزي عمر. واتفقنا ننزل نقول في جيتس دير، كيف حالك. وابدا اتكلم عن هواياتي. طب هقول له تصفح على النت، ابدا كده؟ اقول له لا، ابدا اول حاجه ان انا عندي هوايات كثيره. اقول له ich habe viele Hobbys. انا عندي هوايات كتيره. طيب ايه هي هواياتك دي؟ اقول له هواياتي تكون التصفح على الانترنت وسماع الموسيقى. مثلا اقول له meine Hobbys sind، هواياتي تكون عشان كلمة جمع، im انترنت. im انترنت يعني على النت. طب وزورفن يعني يتصفح. يبقى أول هواية عندي im انترنت زورفن، التصفح على النت. und وموزيك هورن وسماع الموسيقى. موزيك هورن وسماع الموسيقى. طيب خش بجملة تانية بأن أنا شايف أن الهوايات مهمة. أنا يعني إيش أجد فند. الهوايات اسمها دي هوبس، مهمة فيشتش. أنا شايف أن الهوايات دي حاجة مهمة. طيب قول له أن أنا بحب ألعب كورة مثلا. هو مديك كلمة شبيلن يلعب في نهاية الأسبوع. أقول له إيش شبيلة جيرن فوسبال. أنا بحب ألعب كورة. فإيش تريفة، فأنا بقابل meine Freunde أصدقائي am Wochenende، بقابل صحابي في نهاية الأسبوع. und wir spielen، وإحنا بنلعب zusammen Fußball، بنلعب مع بعض كورة قدم. وكده das ist meine Hobby أو das ist mein Hobby، دي هوايتي، أو das sind meine Hobbys، دي هي هواياتي. يبقى أنا هنا اتكلمت في الإيميل اللي قدامك، إيميل عن يوم في برلين،
اتكلمنا عن ايميل عن هواياتي، ايميل عن تعريف نفسك، ايميل عن روتينك اليومي، ايميل عن وقت فراغك وعطلة نهاية اسبوعك. طيب اتمنى يا رب يكون الجزء ده عجبكم، وتعالى نخش على جزء اخير وهو الجزء الخاص بسؤال المواقف. نحل مع بعض شوية مواقف تجمع بيها الفكرة بتاعتها برضه. الجزء الثاني يا شباب مع بعض ان شاء الله هو سؤال المواقف. سؤال المواقف بيجي بعد القطعتين، بيبقوا كل سؤال 5 اختيارات، بتختار من السؤال اختيارين صح. ركز في الحتة دي بالتحديد عشان ده السؤال الوحيد اللي بيبقى 5 اختيارات اللي بختار منه اختيارين. ركز عشان ما تنساش، وعشان لو انت اخترت من كل سؤال اختيار واحد هتاخد من كل سؤال درجة واحدة مش درجتين، فبالله عليك ركز. طيب في مفاتيح كده بتساعدك تحل السؤال ده ايا كان هو شكله عامل ازاي. يعني مثلا السؤال الاولاني هنا بيقول لي حضرتك بتسأل عن begin this films يعني بداية الفيلم. بداية يبقى هسأل متى يبدأ. دور على كلمة متى، هي اللي بتعبر عن البداية. فان وفان، فبقيت السؤال فان فينجت يعني متى يبدأ، وفان بيجنت يعني متى يبدأ الفيلم. طيب يا هير انا ليه ما خدتش اخت اور؟ لان هو محدد لك ان حضرتك اللي بتسأل مش بتجاوب. طيب رقم 2 بيقول لي زي فراجن ناخ دين تمبراتورن يعني درجة الحرارة. انت بتسأل عن درجة الحرارة، هسأل اقول كم عدد درجات الحرارة اليوم. طيب فين السؤال؟ السؤال اهو اسمه في فيل جراد زند اس هويتا يعني كم عدد درجات الحرارة اليوم. وممكن اسأل اقول زند اس هويتا تسين جراد، هو النهاردة فعلا 10 درجات حرارة؟ يبقى انا سألت مرة بأداة استفهام اسمها في فيل جراد، وسألت المرة التانية بالفعل هل تكون درجات الحرارة 10 درجات. رقم 4 المفروض رقم 3 يلا مش مهم. اسست زكس اور يعني الساعة 6. شخص لما انا قلت له الساعة 6 كان بيسألني عن ايه؟ كان بيسألني عن الأور سايت عن الساعة، وكان بيسألني بيقول لي في شبيت است اس، وينفع كمان يسألني يقول لي في فيل اور است اس. دول الأسئلة اللي بتسأل عن الأور سايت يعني الساعة. رقم 5 ايش شبيله جيرن تنس، انا بحب ألعب تنس. يبقى شخص بيسألك عن ايه؟ بيسألني عن هواية. سألني مثلا ما هي هوايتك؟ قلت له بحب ألعب تنس. سألني عن فورليبا، ترجم فورليبا يعني ميول، فأنا بعبر عن الفورليبا بالحاجات اللي إيش مخ جيرن بحب أعملها، إيش شبيلة جيرن بحب ألعبها، إيش ترف جيرن بحب أقابل، إيش إس جيرن بحب آكل. فالجيرن دي بتعبر عن فورليبا يعني ميولك. واكيد هنا ما كناش بنعبر عن ماينونج رأي ولا التر عمر ولا فيه شكايت قدرة، لان القدرة دي بعبر عنها بكلمة كان يستطيع، هنقابلها كمان شوية. رقم 6 بيقول لي اسست زير بفولكت يعني الطقس غائم مغيم. شخص بيسألك عن ايه؟ بيسألني عن الفيتر الطقس، وكمان بيسألني في ايست داز فيتر كيف يكون الطقس، فانا رديت قلت له ان اسست بفولكت. رقم 8 زي فراجن ناخ فوخنتاج، حضرتك بتسأل عن فوخنتاج يعني أيام الأسبوع. بتسأل شخص عن أيام الأسبوع، هتسأله تقول له النهاردة يوم إيه؟ طب بتتقال أول طريقة اسمها فاسيست هويتا يعني ما اليوم. تاني طريقة اسمها فيلشرتاج هويتا يعني برضو ما اليوم. طيب دول كده الأسئلة اللي أنا سألتك فيهم، فاسيست هويتا ما اليوم، وفيلشر تاج يعني انهي يوم النهارده. كده بسألك عن حاجة اسمها فوخنتاج ايام الايه الاسبوع. طيب تاني واحدة معناها انت عندك ايه النهارده، وتالت واحدة بيقول له هو الطقس بارد فين النهارده، واخر واحدة بيقول له هتعمل ايه النهارده. لو انا قلت لك انت عندك ايه النهارده هتعمل ايه النهارده، يبقى انا كده بسألك عن يومك او بسألك عن اكتيفيتيتن انشطتك. طيب رقم 9 ركز فيها قوي، اتسفاي شتوندن يعني لمدة ساعتين. مادام قلت لمدة يبقى أنا ما بسألش عن الساعة ولا بداية، بسأل عن دور يعني مدة. فأنا لما أقول دور دير بارتي بقت مدة الحفلة إنها تستغرق لمدة ساعتين. ما سألتكش متى يبدأ الكورس، لأن لو متى يبدأ الكورس هتقول لي يبدأ الكورس تسفاي اور في تمام الساعة 2، مش هتقول لي لمدة ساعتين. فتبقى في لانجا دور دير كورس ايه مدة الكورس، وهتقول لي بسأل عن مدة الحفلة. رقم 10 بيقول شخص سألك فان إيست داز فوخن إندا إن دويتشلاند، متى يكون نهاية الأسبوع في ألمانيا؟ ألمانيا بتاخد أجازة سبت وحد أو العطلة الرئيسية الحد، فهقول له إن أمزونتاج يوم الحد
وفي اختيار تاني بيقول ام زامستاج und ام زونتاج، في يوم السبت والحد بتكون اجازه. رقم 11 حط خط على كلمه كان يعني يستطيع. انا لما اقول ان انا بعرف العب جيتار، يبقى انا اولا لما اشوف كلمه يستطيع دور على الفيهشكايت. فيهشكايت يعني القدره. انا لما اقول ان انا بعرف العب جيتار يبقى انا بعبر عن ماينه فيهشكايت قدرتي، وبعبر عن ايه تاني؟ هوبي هوايتي. ينفع تبقى فرابريدونج موعد مقابله؟ لا، انا لما اقول بقابلك امتى او بقابلك فين ده كده ملوش علاقه بان انا بلعب جيتار. جروند يعني السبب، مفيش هنا كلمه فاروم لماذا، يبقى بنسأل عن الجروند السبب، فاروم لماذا. طاجس قبله في روتين يومي؟ لا، انا بقول بعرف العب جيتار، ده ملوش علاقه بروتيني اليومي. طيب تعالى على اسئله اللي شبه اللي جايه دي. من اول سؤال 12. سؤال 12 بيقول في شبيتست اس، الساعه كام دلوقتي؟ فرد حد قال له اس است 6:58. 6:58 دي بيقولوها بطريقتين في الالماني، يا يقول تقريبا 7 يا قليلا قبل السابعه. 6:58 يعني تقريبا الساعه 7. طب تقريبا 7 اسمها جلايش زيبن، لتر سي. طيب وممكن يقول انه كورتس فور زيبن، قليلا قبل السابعه. الأولى دي معناها إيه؟ معناها فيرتل فور زيبن يعني 7 إلا ربع، يعني 6:45، وطبعا مش هو ده اللي هم ادوني. دي معناها فيرتل فور 6 يعني 6 إلا ربع، وطبعا مش ده اللي هو مدهوني. دي معناها تسين فور زيبن يعني 7 تسين فور زيبن يعني 7:10 يعني 56 دقيقة، وهو مديني 6:58 دقيقة. رقم 13 شخص قال لك الساعة دلوقتي 7:30، ده معناه ايه؟ 7:30 بتتقال في الألماني بطريقتين، يا منتصف 8 يا 7:30. طيب منتصف 8 اسمها هالب أخت، يبقى 7:30 يعني ايه؟ يعني هالب أخت، فاضل نص وتبقى 8. أو ممكن أقول إنها 7:30 يعني الساعة 7:30. رقم 14 تاج فراو كلاين هابن زي ام فرايتاج زايت. مساء الخير يا استاذ كلاين، عندك يوم الجمعه وقت فاضي؟ فرد قال له ايه؟ قال له تاج هير بيتر، مساء الخير يا سيد بيتر. فاروم، بتسال ليه؟ فهير بيتر قال لها مراتي عندها عيد ميلاد. فكده استاذه كلاين كانت بتساله عن ايه؟ ركز مين قال ايه. اول حاجه تاج فراو كلاين عندك وقت، اللي سال السؤال ده بيتر، بيقول لها مساء الخير يا استاذه كلاين عندك وقت. فردت استاذه كلاين قالت له ليه بتسال؟ فبيتر قال لها عشان مراتي عندها حفله، او مراتي هتعمل حفله عيد ميلاد. فهي لما قالت له ليه بتسال كانت بتسال عن ايه؟ كلمه فاروم بعبر بيها عن جروند، وجروند يعني السبب. يبقى لما هي سالته لماذا تسال كانت بتسال عن السبب، وهنا مفيش غير اختيار واحد. رقم 15 شخص سالك عن الساعه، هتقول له ايه؟ شخص هو اللي سالك عن الساعه، فانا هرد اقول له الساعه كام. طيب ما ينفعش اقول له اينشتون ده ليه؟ لان اينشتون ده معناها لمده ساعه. طب واين اور تنفع؟ لا، لان اين اور معناها ساعه يد. ينفع اقول له ان الساعه دلوقتي تسفاي اور يعني الساعه دلوقتي 2. ما ينفعش اقول له من 3 ل 5 لان من 3 ل 5 دي مده، هو بيسالني الساعه كام، مش هقول له من 3 ل 5، ولا هقول له لمده ساعه، هقول له الساعه 2. وممكن اقول له لايدر هابا كاينه اور، للاسف والله ايش هابا كاينه اور، ما عنديش ساعه او مش معايا ساعه. طيب رقم 16 علي بيقول فانش تيز دو اوف، هتصحى امتى؟ ده اللي بيقول مين؟ علي. طيب مين اللي هيرد بقى؟ تعال نشوف في الصفحه اللي وراها. اللي هيرد عمرو. عمرو قال له هصحى هالب زيبن في تمام 6:30. هالب زيبن يعني فاضل نص وتبقى 7، يبقى كده عمرو ده هيصحى الساعه 6:30. ثم اذهب الى المدرسه. وماذا تفعل انت بعد الظهر؟ فرد علي قال له والله انا هعمل واجباتي وبعد كده هتغدى. فعلي وعمرو بشبريشن ايبر. شبريشن ايبر يعني يتحدثوا عن، يبقى عمرو وعلي دول الاتنين دول مالهم؟ بيتكلموا عن ايه؟ لما يقعدوا يقول له انا هصحى وهفطر وهروح مدرستي يبقى بيتكلموا عن التاج يومياتهم، او تاجس قبله في روتينهم اليومي. يبقى تاجس قبله في الروتين اليومي التاج اليوميات. هنا بيقول رقم 17 فاسمخس دو ان دير فرايد سايت، بتعمل ايه في وقت فراغك؟ ايه اللي انت بتعمله في وقت فراغك؟ هرد اقول ايه من الخمسه دول؟ هرد اقول انا عندي وقت فراغ، هو ما سالكش عندك وقت فراغ ولا لا. هرد اقول انا ما عنديش وقت فراغ، ممكن بس مش هي دي الصح. هقول له اشمعنى جرن بحب ارسم،
وممكن اقول له اخر واحده اشتريف ماين فرويند، انا بقابل صحابي. طب ليه ما قلتلوش كاراتيه دي؟ لان هنا بيقول له هابج شبيلت، وهابج شبيلت ده تصريف ثالث، يبقى بيقول له انا لعبت كاراتيه. انا بسالك لسه هتعمل ايه في وقت فراغك؟ قلت له انا بحب الرسم وبقابل صحابي. رقم 18 بيقول اسست فيندش. فيندش يعني فيند، فيند دي معناها رياح، يبقى اسست فيندش يعني الطقس فيه رياح، الطقس عاصف. ده معناه ايه؟ ده معناه ما دام الطقس فيندش يعني دير فيند استشترك، الرياح قويه. هل ده معناه انه طقس جميل؟ لا. هل ده معناه ان هسأل كيف يكون الطقس؟ لا. هل ده معناه انها بتمطر؟ لا. ده معناه ان das Wetter ist nicht gut، يعني الطقس غير جيد. ده كده معنى كلمة فيندش. طيب تعال رقم 19 بيقول لك is sind Wolfgrad، درجات الحرارة 12، واسست اوخ بفولكت، وكمان الطقس مغيم، درجات الحرارة 12 والطقس مغيم، فاس في اللايشت، فربما ربما شاينت تشرق، ولا شنايت تسلج، ولا رجنت تمطر. هقول ان هي ربما رجنت تمطر، بمعنى ان الطقس بفولكت مغيم يعني في غيوم في السماء، يبقى الطقس هيمطر. رجنت ربما، الله اعلم طبعا. وزونش يعني مشمس، يبقى دي معناها مشمس؟ لا، دي معناها تسلج، ودي معناها تشرق. طيب سؤال 20 بيقول ايه؟ بيقول im Norden und Westen sind es 23 Grad. im Norden يعني في الشمال، وim Westen يعني في الغرب. في الشمال وفي الغرب درجات الحرارة 23. 23 يعني طقس حلو، 23 درجة حرارة يعني في شمس والطقس جميل. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان dort kann man nicht spazieren gehen، هناك ما تقدرش تتمشى؟ لا طبعا غلط، لان الطقس حلو. dort kann man nicht joggen، هناك ما تقدرش تجري؟ برضو لا. اسست ein بيكنيك فيتر، ايوه. ايه بيكنيك فيتر دي؟ بيكنيك فيتر يعني طقس مناسب للنزهه. 23 يعني طقس اقدر اعمل فيه نزهه. وممكن اقول كمان ان دورت كان مان بيكنيكس ماخن، ان هناك نقدر نعمل نزهات، في الوقت ده نقدر نعمل نزهه. ليه؟ لان درجه الحراره كويسه. طب ودي معناها انك ما تقدرش تسوق عجله، وده غلط. رقم 21 فيل شباس يعني استمتع. امتى بتقول للشخص استمتع؟ لما يبقى رايح السينما ماشي، ولما يبقى يعمل اجازه في دهب اقول له استمتع. لكن الاولى دي معناها روح نام. طب والتانيه ما تنفعش سي، ليه؟ لان لو عنده تيست بقول له فيل ايرفولج، بقول له بالتوفيق. فيل ايرفولج يعني بالتوفيق. طب لو صاحبك مرهق تعبان ما بقولوش برضو استمتع، بقول له جوتا بيسرونج. جوتا بيسرونج يعني بالشفاء العاجل او الف سلامه. يبقى انا لو حد تعبان بقول له جوت بيسرونج، لو حد عنده امتحان بقول له فيل ايرفولج بالتوفيق، انما لو حد خارج او بيعمل نزهه بقول له فيل شباس استمتع. رقم 22 مارك ليست جيرن. مارك بيحب يقرا. ايرماخت جيرن رايزا، بيحب يعمل سفريات او رحلات. اير تريفت زاين فرويند، بيحب يقابل صحابه. und gehen in den Club، بيروحوا النادي. ما معنى هذا؟ معنى هذا واحد، مارك هات كاينه هوبس، ما عندوش هوايات، غلط. سي مارك هات فيله هوبس، مارك عنده هوايات كتيره، متكرره اهي، مارك هات فيله هوبس متكرره. وممكن اقول اخر واحده دي بيقول لك ان مارك فندد دي هوبس لانجفايلش. لانجفايلش يعني ممل. مارك شايف الهوايات ممله؟ لا، دي كان ممكن تبقى صح لو كملها كده، لو قال لك مارك يجد الهوايات فيشتش مهمه، كده بقت صح. طب مارك ما بيعملش رياضه؟ غلط برضو، لان هو قال لك انه بيقرا، بيقابل صحابه، بيروح النادي، فمعنى كانه بيعمل رياضه. يبقى نقول انه عنده هوايات كتيره، وان هو شايف الهوايات فيشتش مهمه. رقم 23 فراو، ثانيه واحده، فراو لارا وهير كارل بيتكلموا مع بعض. ففراو لارا بتقول له ايه؟ تقول له في فيندن زيدن هوند، ايه رايك في الكلب ده؟ في فيندن زيدن هوند، هوند يعني كلب. فرد استاذ كارل قال لها دير هوند است كلاين und lieb، الكلب ده صغنن وودود طيب. فهير كارل بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ماينونج، رايه في الكلب، بس مفيش غيرها، لان هم 3 اختيارات بس، معلش. طيب تعالى على رقم 24 انت بتتكلم عن فارة سيل. اكتب على فارة سيل اتجاه السفر. عارف يعني ايه اتجاه السفر؟ انت بتتكلم عن اتجاه سفرك، يعني انا سألتك الى اين تسافر، بس مش ده الحل، انت اللي بتتكلم مش بتسأل.
فانت لما بتتكلم عن اتجاه سفرك هترد تقول ايه؟ هتقول ان ايش فارن ناخ برلين، انا مسافر الى برلين. دي معناها كده اتجاه سفرك، انت بتتحدث عن اتجاه سفرك فقلت انا مسافر الى برلين. طيب مسافر في الصيف ده سايت، ده وقت السفر. Ich wohne in برلين ده مكان معيشة. طيب لما انا اقول wohin fahren Sie وهل هتسافر الى برلين، الاتنين دول دو فراجست، انت اللي بتسأل. يعني لو قال لك انت بتسأل عن اتجاه سفر فارت سيل هتقول wohin fahren Sie، الى اين حضرتك مسافر، وقول له فيرز دو ناخ برلين، هو حضرتك مسافر الى برلين. ده كده اسمه انت اللي بتسأل عن اتجاه السفر. طب هنا انت بتتكلم عن اتجاه سفرك فتقول ان انا مسافر الى برلين اللي هي لتر بي. 25 انت بتسأل أستاذة مها عن فونش. لما تقابلك كلمة فونش في الامتحان يا شباب دور بعينيك على كلمة فولن يرغب، دور بعينيك على كلمة مشتن يريد. هم دول اللي بيعبروا عن الأمنية، يبقى فونش يعني أمنية. انت بتعبر عن أمنيتك هتقول، أو بتسأل حد عن أمنيته هتقول له فاس مشتن زي ماخن، حضرتك نفسك تعمل ايه؟ أو فاس فولن زي ماخن، حضرتك ترغب تفعل ايه؟ اللي انت نفسك تعمله او اللي انت ترغب تفعله. يبقى مشتن وفولن بيعبروا عن امنيه، ما تنساش. وكان ده كان بيعبر عن قدره، ما تنساش برضو. دو بيست اوف دير بارتي und fragt einen Freund، انت في حفله وبتسال صاحبك كانست دو زينجن، هو انت بتعرف تغني؟ خدت بالك انا حطيت لك خط على كانست بالاحمر ليه؟ عشان تربط في دماغك ان كانست دي هي الفيهشكايت، هي القدره. وانت بتعرف تغني ليه؟ لاني بسأل حد عن قدرته. وممكن برضو الاختيار التاني يبقى هوبي، هوبي يعني هوايته، اسأله عن هوايته اقول له بتعرف تغني. رقم 27 Ich brauche Deutsch für mein Studium، انا محتاج الالماني عشان دراستي. يبقى شخص سألني بتدرس الماني فين؟ لا. شخص سألني بكام كورس الالماني؟ لا. شخص سألني متى يبدأ كورس الألماني؟ لا. سألني warum lernst du Deutsch، ليه بتتعلم ألماني؟ أقول له محتاجه عشان دراستي. وممكن إجابة تانية لو في رد تاني، يعني لو هو مكمل الجملة وقال إن أنا شايف إن الألماني مهم أسأله إزاي شايف الألماني أو ما رأيك في الألماني. سؤال 28 سارة وندى بيرغوا مع بعض. فسارة بتقول Ich will einen Deutschkurs machen، عايز أعمل كورس. فندى ردت قالت لها das ist sehr interessant، ده شيق. Ich finde Sprachlernen wichtig، أنا شايفة تعليم اللغات حاجة مهمة. يبقى سارة بتقول أنا عايز أعمل كورس، وندى ردت قالت لها ده شيق، أنا شايفة إن تعليم اللغات مهم. فردت سارة تاني قالت لها du hast recht، أنت عندك حق. das braucht man für alles im Leben، ده بيحتاجه الإنسان في كل مجالات الحياة. فده معناه إيه؟ إن man braucht Sprachlernen nicht، الإنسان ما بيحتاجش تعليم اللغات، غلط. إن سارة will Deutsch Kurs machen، إن سارة عايزة تعمل كورس الألماني، صح. يبقى أول حل إن سارة عايزة تعمل كورس، ولا سارة غلط؟ سارة صح، سارة هي اللي بتقول أنا عايزة أعمل كورس ألماني. تاني حل إن ممكن منى وندى sprechen über die Wichtigkeit vom Sprachlernen. يعني إيه الجملة الكبيرة دي؟ إن منى وندى sprechen بيتكلموا über die Wichtigkeit. Wichtigkeit يا شباب يعني أهمية الSprachlernen، يعني أهمية تعلم اللغات. سؤال 29 بيقول Ich kann gut Fußball spielen، أنا بعرف ألعب كورة كويس. انت بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن فيهشكايت قدرتي. راتشلاج يعني نصيحة، ابزيشت يعني نية، وفيشتشكايت يعني اهمية. فانا هنا بتكلم عن فيهشكايت قدرة. اخر سؤال 30 صديقك سألك was hast du im letzten Sommer Ferien gemacht؟ hast gemacht، خلي بالك كده ان الجملة ماضي، يعني الاجابة لازم تبقى ماضي. ايه اللي انت عملته في الاجازة اللي فاتت؟ ايه ردك؟ ما ينفعش اقول له بتعلم الماني لان دي مضارع. ما ينفعش اقول له انا بعمل اورلاوب، بعمل اجازه في انجلترا لان ده مضارع. ما ينفعش اقول له انا عايز اسافر البحر لان ده مضارع. بس ينفع اقول له ich habe Schwimmen-Kurs gemacht، انا اتعلمت كورس سباحه، او عملت كورس سباحه. يعني لازم الرد يكون ماضي لان السؤال كان ماضي. تعال نرفع كده نشوف في ردود تاني تحت. لا، يبقى لما يسألك ماضي لازم تجاوب ماضي. بالله عليك ركز في الحتة دي. أنا النهاردة كده راجعت مع حضراتكم الجزء المقالي، جزء الإيميل، جزء المواقف. يا رب تكونوا استفدتوا بيه.
حاول تلم الكلام ده كله إن شاء الله يوم امتحانك. خلّي بالكم إن أنتم معاكم رياضة غالبًا مع الألماني، فالفيديو ده هيسهّل عليك جزء كبير من منهجك هتلمه من خلاله، والجزء التاني إن شاء الله هيكون في محاضرتنا بإذن الله. حتى الطلبة اللي هتيجي السنتر بإذن الله هتستلم الQR بتاع المحاضرة دي إن شاء الله، يبقى هو معاه المحاضرتين برضه. طلبة الأونلاين تشرفونا لو هتيجوا السناتر، مواعيد السناتر نازلة عندنا إن شاء الله على الصفحة. وبإذن الله يكون الفيديو فيه إفادة ليكم، ما تبخلش بقى على بقية زمايلك اللي محتاس في الألماني، شيّروا الفيديو ده جايز يكون خير ليه ويكون استفاد بسببك. أشوفكم على خير، ويا رب يكون ترم سعيد عليكم كده، ويا رب الترم الجاي يكون فيه خير ليكم، وامتحان الألماني يكون سهل وتتبسطوا فيه، وتطمنوني إن شاء الله إن أنتم قفّلتوا الامتحان وجبتوه في شوال بإذن الله. أشوفكم على خير، كان معاكم هير أحمد ثابت، سلام عليكم. Tschüss.